بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قيشتنا سنتكاني ناو نويش سنن في الصلاة لويندر هندك سنة ما باسكر يقلوانا ستربو وأواني بيوندي با ستري وبو باس ما كرد وخالي با لكاتي الراوستان كومالك سنة بو بون من دز برز كردنوا بو حتا چێن دەرئا پەنجەکانت کو ڕادەگری لە کاتی دەست بەرزکردنەوەی و لە چەند شوێن دەست بەرز دەکرێتەوە و دوعای ئیستیفتاح یعنی کۆمەڵک لەو بابەتانە ئەعوذ بالله بسم الله کردن ئامین کردن سوورەتێک لە پاش فاتحەی بخیندرێ ئەوانەمان خین دێتە سەر خاڵی جیم ئەوە لە کاتی قیام کۆتایی پێهات ئەو جەدەین لە ڕکوع كوملك سنتي لكاتي الركوع كجيب جيبكن بل أثناء الركوع يسن ما يلي: أولا يسن وضع اليدين على الركبتين كالقابض عليهما ويفرج الأصابع، لحديث أبي حميد رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه: وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. بله لكاتي الركوع تنشتك سنة يكك لو سنة كاتك تودتي الركوع سنة دست لسر تسوك كانت دابني كالقابض عليهما وكو أويك بيانقري تسوك كانت بقري ويفرج الأصابع أو فرج ضدي أويا ضميا هنا نويك يعني بنزكانش الليك زياكيوا شتك بيجري بنزش ليك زياكيوا نك أوها بنزت بيجوا بنوسيني سنتا بنزكان ليك زياب كيوا بلغمان سيا بلغما حديثكي أبو حميديا كده فرمي أمن لهموتان زياتر نوجي بيغمبري خوام عليه الصلاة والسلام لبركردوا وآقاداري نوجا كيبوما ده فرمي بيغمبري مديد عليه الصلاة والسلام كاتك الله أكبر ذكر جعل يديه حذو منكبي دستي بأندازي سرشاني دينا منكب شانه ونيا تسر شانه كان دينا وإذا ركع أقربتشو بالركوع أمكن يديه من ركبتي أمكن يعني دستي دتقان يعني زيجيري ذكر دستي لسر تشوكا كاني لباشان بنزكاني شي باشان بشتي شي راس ذكر بشتي راس ذكر لحديثك أبو مسعود دلي وفرج بين أصابعه پیغمبركو عليه الصلاة والسلام پنزكاني فراوان ذكر پنزكاني ليك ذكر دو پنزكاني دستي كاتي كا لسر تسوچي دادنا بلا. ثانيا يسن للراكع أن يمد ظهره مستويا، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، وحصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس. وكذلك يسن أن يكون رأسه على مستوى ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وفيه قالت في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، ويشخص بضم الياء وإسكان الشين أي لم يرفعه، بضم الياء وفتح الصاد أي لم يخفضه خفضا بليغا. دوام لو سنتاني كالركوع بيست إما رتاي بكين أجر باداشتي لسرا أو يكاتك دتي الركوع بشتت راس بكي وهول بدي دريجي بكيوا يعني خودنيني وياك بشتت براك دريج بكي وراستي شي بكي حدسكي أبو حميد الساعدي كباسي أو يكر بيغمبرك عليه الصلاة والسلام كاتك دستا الركوع دستكاني دادني فرمي ثم حصر ظهره. حصر ظهره يعني بشتي راس ذكر من غير تقويس قوس بشتي قوس ندكر دو خواري ندكر دو بشتي
ڕاز دادەنا ئەوجە لەگەرە وەشدا ئەدی سەرت چکە هەیە سەری نیوی دەکا هەشە سەری برند دەکا کو دابنین کو سونەتە دەڵێن نە برندیکە نە نیویکە لە مستەوای ظهرت دابنی پشتت دابنی پشتت کو ئەو هالەو مستەوای دابنێت چونکە حەدیثێک خاتو عایشەما هەیە کە وەصفی ڕکوعی پێغەمبەری دەکا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئیذا ڕەکع ئەگەر ڕکوعی ببردە لەم یوشخص چییە یعنی لەم یەرفعه یعنی سەری بەرز نەدەکردەوە ها دەبینی هەیە سوزدەی ئەوە ڕکوعی دەبە سەری برند دەکاتن و دەفەرمێ وەلەم یوصەوبه و هەروەها لەم یەخفضه نزمی نەدەکردەوە کەواتە نە بەرزی دەکردەوە نا نزمیشی دەکردەوە ولكن بين ذلك وسط بوو لەگەر سەری لەگەر پشتی هەوڵی دەدا ڕێکی بێخیتن بەڵ. ثالثا يسن للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه أن يباعد يديه عن جنبيه لحديث أبي مسعود رضي الله عنه السابق وفيه ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. والمجافاة هي المباعدة لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذي من بجانبه فإنه لا ينبغي للمصلي أن يفعل سنة يؤذي بها غيره من المصلين. قال النووي رحمه الله عن المجافاة ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا. بەڵێ ئەو جارە یەکەشکە لەو سونەتانەی لە کاتی ڕکوع دەکرێتن سنەتە لە بۆ ئەو کابرایی کە ڕکوع دەباتن لە کاتی ڕکوعە ئەو دەستانەی لە تەنیشتی دوور بێختەوە کاتەکە دەچیتن ڕکوع دەباتن دەست دەسە چۆکی دادنێ بەڵکو دەستەکانی لێک دوور بکاتەوە ڕکوع تەبعاً ئەوجە کابرا کە بیەوێ خۆی بڕک پشتی درێژکە و ڕاست بکە حتمەن یعنی دەستی هەر ئەوها لێک دوور دەکەویتەوە دەڵێ ئەو دەست لێک دوورکەوتنەوەیە لەگەر تەنیشتەکان تو لە ئەوەی لێک دوور بێخیەوە دەڵێ ئەوە سنەتە لە حەدیثەکەی ئەبوو مەسعودی باسی ئەو بابەتەی دەکاتن دەفەرمێ ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه دەستەکانی لێک دوور دەکردەوە جە لەسەر چۆچیشی دادەنا وفرج بين أصابعه پەنجەکانیشی لێک جیا دەکردەوە دەفەرمێ ئەو هەم بینی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام نوێژی کرد ئەوجە باسی مجافاتی دەکە مجافات یعنی مباعدە لێک دوورکردنەوە دەستەکانت بەس بە مەرجێک ئەزیەتی تەنیشتت نەدەی ها دەبینی جاروێک کات دەچێت ڕکوعی کابرا هەن دەستی ئەوها لێ کردیە لە ڕکوع نەک سوزدا ڕکوع دەستی هەند ئەوها لێ کردیە مەسەلەن لەوانەیە ئەزیەتی تەنیشتەکەی بداتن دەڵێ نابی ئەوە ببتە ئەزیەتدانی تەنیشتەکەت ئەگەر زانیت ئەزیەت لێ ئیمامی نەوویش دەفەرمێ نەمازانیوە خلافە بی لەبارەی سنەتیەتی ئەو دەست بڵاوکردنەوە ئەو با بڵێن دەست دوور خستنەوەیە لە تەنیشت و حتا دەڵێ تورمزیش نەقلی ئەوەی دەکاتن کە لە ڕکوع لە سوزدا ئەهلی علم دەڵێن بە مطلقی دەڵێن سنەتە بەس دەبی ینی ئەتوڕەچاوی ئەو بابەتەی بکەی دیسان کە نەبیتە ئەزیەت لە بۆ ئەوەی چونکە ئەزیەتدانی موسڵمانی حرامە کردنی ئەو شتەی سنەتە ناکرێ ئەتو لە بۆ سنەتە چی حرامە چ بکەیت برەوەڵا کاکە من سنەتی دەکەم بەس لە مقابل حرامەچی لێ بێتە جێ وەنیا ئەوە بەڕاستی خەتەریاتە لە باسی ئەوەی با بڵێن ئەو بابەتانەی کە فقهی هەندێک ئەوە هەیە مەصالحەکەی تەمەشا دەکەی وەنیا مەصالحی ئەو بابەتەی ئایا بزانی مەفسەدەی لێ دەکەویتەوە یان لێ ناکەویتەوە مەفسەدەکە وەکو مەصلحەکەیە چهانیان زیاترن وەنیا ئەتو تەمەشا ئێرە دەکەی مەفسەدەی زیاتر دەبیتن ئەوها کە ئەزیەتی موسڵمانە چ بدەی لێ هەوڵ بداگە ئەزیەت دانی تێدا نەبوو ئەوە اتفاقی علەمای لەسەرەکە ئەو بابەتە سنەتە بەڵ. رابعا يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع فيسن للراكع أن يأتي مع سبحان رب العظيم أذكارا أخرى وردت في الركوع ومما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح وقوله اللهم لك ركعت وبك آمنت
ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يسن أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في ركوعه، والسنة أن يعظم الله تعالى في ركوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى. والأفضل أن يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي تقدم ذكرها. بله يكاش كلو سنتاني هر للركوع دكريتن أو يكا بيزغلا سبحان ربي العظيم لو أوينينا وبحمده هنا سبحان ربي العظيم وبحمده تشكو الله أعلم دري وبحمده تليرا يعني للركوع تلا السجدي حديثك ضعيفة هندق لعلماء شبيناكا لو مثلا أو ليرني هنا سبحان ربي العظيم حتى أون دي بصحيحي هاتيا بصحيحي وبحمده يكا ضعيفة جدول بيز قال لوي دتوانن ذكريتك بخينين بلاي كوملك ذكريتك لبيغمبري هاتي عليه الصلاة والسلام هموشيان صحيحا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دتواني لا ركوع أو ذكري بليوا دتواني سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو ذكري بليوا أو زليرا اشتكي سبوح قدوس هندك دلن ربنا ورب الملائكة والروح ليرا ربنا يتدانيا لفظك أو هات يتواو كو هاتي أتو أوها بيخينوا باشا بو لفظي بو شوازي هاتي بو شوازي أو كي دعاء اللهم لك ركعت أتا آخري أو كي كا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة همو أو بابتانا دتواني بيخينيوا يعني لكاتي الركوع دتواني بس ليرا نقطك هي بشغل علماء دلين كاكا سبحان ربي العظيم واجبة إلا هذا بيبقوتري أما لو أوي توشي أو خلافين بين توشي أو كيشين بين كتشي الركوع أتويك لو ذكران تخين أو سبحان ربي أو عظيم تخين سبحان ربي العظيم بخينا زارك دلين هاد زارك واجبة هردا بخين دريتن لباشي أو ذكران بخينا لباشي أو ذكران بخينا يعني اگر وبيتن استبابي قسي وبي كامت بيكرا لخوتشي الركوع يكسر بالسبوع قدوس رب الملائكة والروح دروس ونيا دروس هيك شيء تدانيا بس لبروي بشغل زانا بيان وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أوانا زارتي هر واجبة دبي بقوتري أو أوكاتي أما دلين كاكا باشتر وايا أتوتسبكي باشتر وايا يكم زار سبحان ربي العظيم كبري لباشا بري سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا 3 زار ودري 4 زار ودري 5 زار ودري أو ذكرانات تكراري هي بخوي هتا زارك واجبة لباش زاركي أو جدبت السنة 3 زار سنة أقر بيكي 5 زار تواو بيكي 7 زار دبي ونيا هرتساندي بيت كرا دتواني ركوعك دريج بكيوا يعني زور زاروي أما لو نقطة إمامك مثلا تشوت الركوع قيسك ركوعك دريج أتسي زاري خو تاوكردي تساور ردك لا بيدنك ما با أتجبريوا بقيتو بقيش تبازا سبحان ربي العظيم يعني هول بدا أو سبحان ربي العظيم بديليوا إذا دلي واباشيشا هرزاري تنوع بي هرزاري كتشيش بلاي بلام هولش بدا لو لفظانه درنتي لو حديثانه درنتي يعني كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لو من هاتي اواني قوتيا هاتو اواني بريو باشترا قابلة اتو بتواني ووتك اشتاكي بلاي لا وتي بيغمبري باشتر بي عليه الصلاة والسلام نا كواتا نويج براستي يعني عبادته شي خاص كبيغمبر عليه الصلاة والسلام وني فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي كو أمنو يجي داكم لو براسي بابند بين بو ذكرانا نتي لو خوتو ذكري دابني أو أنا كونا لقر أو ذكرانا با هولش بدا دليلا للركوعيش تعظيمي خواي پروردگاري تيدابكا بقور زانيني خواي پروردگار بو ذكرانيكا ديخيني بلا إذا أو ركوع أدي أقر للركوعي هل دستينوا لكاتك ديتو سر سمع الله لمن حميده آية سبكي وذكر كاني تسنوع الذكر بكين تسن راب وستين
إن شاء الله دي باسي أوج دكان بل. الرفع من الركوع وفيه عدة سنن. أولا تطويل هذا الركن لحديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ثانيا التنويع في صيغ ربنا لك الحمد بين ما يلي: أولا اللهم ربنا ولك الحمد، ثانيا اللهم ربنا لك الحمد، ثالثا ربنا ولك الحمد، رابعا ربنا لك الحمد. فمرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه. بله للركوعش لكاتك للركوع هالداستيوا لو سمع الله لمن حميده سن سنتك يقلو أنا دريش كردنوي أو ركني يعني أو براستي أو سنتك زور كم بولا نامان ملاحظة بك يعني أمن نارم لنا وخلش عوام درم لنا أو كساني كبيجنيجي دا كان إماما لنا إماما كان زور كم بوا يعني أو حالة براستي حدثكي ثابت بناني دا فرميتن لا أنس يوا دا فرمي إني لا آلو يعني لا أقصر كرتناكمو أمن كرتناكمو نيوجكم وقتون پیغمبر بيني وعليه الصلاة والسلام نيوجي لو كردينا أمنش أو هذا كم فرموي أناس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه أناس شتاني چي دكرت استنابين أنقو ديكن يعني أناس فرمويتي فرمي أمن نيوجكم وچين قوناكم أوها أوي بكمو وچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كولو كردين أو هذا كمو أو جا ثابت بناني دا فرمي أنس شتانه چي دكر أم نابينم أنقو استابي كانوا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما كاتك سري برز ذكر دول الركوع رادا وستا جوان بشتي ريك ذكر رادا وستا حتى يقول القائل هتاك يعني هن رادا وستا كابرا كرديكو أو لبيري تسوأوا ودزاين لفاتحة ها لكات سمع الله لمن حميده كاردس يعني كسك اگر تماشای بکر بعد دگو اول بیری کردیا او هستایتو لواني احتمالي بكو بزاني لنا فاتحه او دراوستا ها تمشى او درادوستا حتى كابر او توقعي له دروز دبو وكاتك واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل ها وشي لبين السجدكان سجدي دبا دادني شي سجدي دبا او زكا سجدي برد دادنيش پیش او سوزدەی بباردەوە هەندادەنیش هەتا کابراگە گەر تەماشای بکرد با کوردێک و ئەوە لە بیری کردی ئەوە لە بینی سوزدەکانە لەوانەیە ئەوە بە تەحیاتی تێگەشت بێ ئەوەندە دانیشتێ ها تەماشا یعنی ئایا هیچ ئیمامێک ئەوەی لێ دێتە جێ زۆر کەمە زۆر نادیرن ئەوەی لێ بێتە جێ ئەوجە خەڵکی عەوام هەر هیچ کابرا هەر نەستایەوە خۆ بە عەردی دادەدا بەجددی يعني پشتی ئەوە نەبووە ڕاست غار دەداتەوەی باشە دووەم ئەوە یەک لە ئەوەکان دووەم تەنویع في صيغ هەوڵ بدە ئەتوو ذکرەکانت بگۆڕە ئەمە سبحان الله يعني هەر ئەوەی فێر بووینە زۆر جاران لە لا شعوری شتێک خەزن دەبیتن يعني ئەوە کو دەڵێ قیادەی ئینسانەکەی دەکاتن ها مەسەڵەن کابراەک زۆر بستەمارە خەزووری دەرێ کوردەواریش دەرێ سوکانی بەردە دەستەوێن دەر هەر يعني ئەوە لا ئیرادی ئەو کەسەی کە ئیشەکی زۆر ناکاتەوە ئەو تەبع دەبی ئەو ئیشە لە مێشتی تەبع دەبی زۆر جاران ئەتوو فکر دەکەی و ئەمە بەسارە ڕۆشتیمە فکر دەکەمەوە ئەو هادەکەم گەشتیمەوە کنماری بەزانزان بە چ ڕێیەکی داهاتیمە نازام کو هاتیمە بەزانمەوە بە سەلامەتی گەشتمەوە کنمە کو هاتیمە نازام لا شعوریەن خزم بووە کو دەڕۆم و کو ناڕۆم و لە چێ بات دەمەوە لا شعوریەن کاکە ئەحمەد لا شعوریەن ئەمە نوێژەکان خەزم بووە يعني ئەو بابەتە خەزم بووە لە کنما نابینی کابرا نوێژی دەکە بەس کاتی تەحیاتی بەخۆ دێتەوە ئەو کورەوەڵە خلاص بووین ئەو تەحیاتی دەخینیتن يعني لەو کاتێ ئەو کابرا دێتەوە سەرەخۆ کە ئەمە ئەوە کورە چارەم ڕکعاتە ئەرێ لێ بپرسە برێ لە ڕکعاتی یەکەم چ دخین لە پاش فاتیحەی ڕکعاتی دووەم نازانی چی خوێندیە بەس دەزانی
شتەی خوێندیە یعنی دەزانی ئەو حرەکاتەکانی کردیە و ذکرەکانی کردیە ئەوە لا شعوریان خەزم دەبیتن ئەو بابەتە ئەجلۆ ئەوەی کە ئەتوو نوێژەکان ببیتە عیبادات وەکو عیبادەتێک بکەی یعنی نەبیتە عادەتێک و هەر لەسەر ڕاهاتی و الله ئەکبەر ڕاست بزربی هەتا تحیاتی ئەوجە بێەوە بەخۆ بێەوە لۆ ئەوەی ئەو هالێنێ هەوڵ بدە تەنەوع لە ذکرەکان بکە بزان دەتانی تەنەوع لە ذکرەکان بکە لەوانە مەسەلەن ئێستا لەو ذکری سەمیع الله لمن حەمیدە طبعاً ئەتو لە هەمووی هەیتت لە ئیستیفتاحی دەڵێ کۆمەڵک ذکرت لێ هەیە تەمەشا یعنی وەبی ئەو ئینسانە طبعاً نەگری لەسەر شتەشی پێنج شەشێک بی وەبی ئەو کابرا کە دەستی پێکرد یەکسەر یعنی بزان بەچیان دەست پێ بکەم ئەو جارە بۆم دەست پێ کرد جارشکە یعنی دەزانن ناو نوێژەیە ئەو جارە کە ئەوەی تەوا کرد لە پاش فاتحی یەکسەر سوورەتەشکە یعنی لەو قورئانێکی گەورە و گران یعنی ئەتوو دەتوانێت لەو سەری و ئەو سەری بەکەی فەخۆ تێدا بخێنی لێ باژوایە یەک سوورەتی تێدا نەخینی حتا ئەگەر ئەو حەدیثەی پێغەمبەری نەبایە عەلەیهی سەڵات وەسەلام کێک لە سەحابەکان دەجێرتەوە دەفەرمی لە نوێژی بەیانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە ڕکعاتی یەکەم و دووەم ئیذا زلزلت الأرض زلزالها خین ئەگەر ئەوە نەبایە هیچ یەک لە عولەما ڕێگای ئەوەیان نەدەدا کابرا لە لێک نوێژی ئەوەی دووبارە کاتەوە یعنی یەک سوورە دوو جار دووبارە بکاتەوە لە ڕکعاتی یەکەم کە هەر قول هو الله ئەحەدی دەخینی لە ڕکعاتی دووەمیش هەر قول هو الله ئەحەدی دەخینی ئەگەر لەبەر ئەو حەدیثەی نەبایە کەس ڕێگایان نەدەدا ئەوە جارێک لە پێغەمبەری ڕوویدا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لێ دەفەرمون جایزە و دروستە وئیلا دەبایە سوورەتی بگۆڕی ئەجاگە سوورەتی بگۆڕی ئەو کابرا دەزانی چی خوێندێ لە ڕکعاتی یەکەم لە ڕکعاتی دووەم دەبی بیگۆڕیتن وانیا ئەو جۆرە ڕکوعی دیسان کۆمەڵک ئەوە تێ ذکرت هەیە ئەوجا هەستەوە لە ڕکوعی کۆمەڵک ذکرت هەیە دەرێت اللهم ربنا ولك الحمد ئەو لێرە واوەکەیە ئەو جارە واوەکەی نەقز دەکەی اللهم ربنا لك الحمد بزانی ها تەرکیز دەبی بکەی لە کاتێەوەی وەنیا جارێک بەوی دەکەم جارێک بەوی دەکەم ربنا ولك الحمد ئەوە واوەکەی تێدایە ئەو جارە واوەکەی لا دەبێ ربنا لك الحمد یعنی ئەتوو تەرکیز گۆڕینی ئەو ذکرانە زۆر کاریگەری دەبی لەسەرەوەی کە ئەتوو خوشوعت هەبی ئاگار لە نوێژەکەت هەبی چکە ئەگەر خوشوعت نەبی ڕازێت تێک دەچیتە لێت تێک دەچی نازانێ ئەوەی دەکەی هەر دێوە سەر ئەوەکەی خۆت دەرێکە ئەکورە هەر ئەوە باش بەڵێ لە حەدیث پێی دەرێن سلوک الجادە وەنی لێ ڕاهاتیە لێرەوە خۆشترە با بۆی بێ ثالثا يسن أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع ومن الأذكار التي تشرع بعد الرفع من الركوع ما يلي ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه كذلك حديث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها والحديث رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه ورواه البخاري من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه كذلك حديث اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ وهذه الزيادة جاءت في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عند مسلم وإذا أتى المسلم بهذه الأذكار استطاع أن يطيل هذا الركن بەڵێ یەکەشکە لە سونەتەکان لە پاش ئەوەی کە هەڵدەستیەوە ئەو ذکرانە بکەیت لە پاشەوەی کە ئەو ذکرێت کرد خۆ ئەگەر ئەو حەدیثەی پێغەمبەری نەبایە عەلەیهی الصلاة والسلام کە فەرمووی إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يعني أجر إمام قوتي سمع الله لمن حمده أنقول بلن ربنا ولك الحمد أو كاتي براسها ممان لسرمان بيزبو يعني لكاتي أستانوي بجماعتها ما بس بجماعت أجنا بمفرد هردبي وبري بتنها كابران ويجدك
هەردەبی وەبرێ سەمیع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وەنیا بەڵام ئەگەر بە جەماعەت بوو ئەوەندەشی گۆ بەس گوتی ربنا ولك الحمد إن شاء الله ئەوە تەواوە ڕکوعەکەی دادەمەزرێتن ئەوجا لێرە کۆمەڵک دەستەواژەیت کە کۆمەڵک حەدیثیت کەی هینە ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض حتى أخيري بس هو أخيري كدلي ولا ينفع ذا الجد جد يعني غني منك الجد يعني ذا الجد يعني صاحب الغني أو كسيك بمال وسامان خوي يعني أو سامان أو هي سودي بيناغني أو كابرايا أو نبي كلا خالق ويا جل جلاله إذا إدوميان ك لكاتي هستانوي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه پیغمبرك عليه الصلاة والسلام فرمي بينم 12 ملائكات فريشتا پیش برچیان دەکرد کە چێهانیان ئەو بێ ئەو زیکرە بەرز بکاتەوە لە بۆ لای خوای پەروەردیگار و ئی دوعاکەیت کەیان دەڵێ اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد برد وماء البارد چ فەرقیتی؟ برد تزرێ برد تەزرەیە ماء البارد ئاوی ساردە لەبەر چ ئەوانەی بەکارهێنایە بەفر و ثلج يعني بەفر وەنیا لێ بە ثەلاجەش دەگوترێ بەخۆی دەبی برێ بەفرگر ثەلاجە وەنیا بەزەمە دەنێ سەلاجە کردیتمانەوە کوردی ئەوجا لەبەر چ ئەوانەی بەکارهێنایە بەفر و تەزرە و ئاوی سارد و خۆی پاکن کەی و بەوانە لەبەرەوەی والله ئەعلەم گوناه و تاوان حرارەی هەیە گەرمی هەیە ئەو گەرمیە بەوەی لا دەکەوی کە بە شتێکی سارد بیتن ئەوەش کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە دوعای کردیە کە خوایە بەوانە لام ببێ حەز دەکەی مەسەلەن ئەو کابرای کە سەرەتای قۆپیەتی وەچ قۆپی دەکا حرارەتی بەرز دەبیتەوە یعنی ئەوە کابرایەک تاوانەکی دەکە حرارەتی بەرز دەبیتەوە خەریکی گوناهەشیە ئەوە هیچ کابرا دڵی مردیە و ئەوە ڕۆی بەس کە دەست پێ دەکە یعنی ئەو کابرای حرارەتی بەرز دەبیتەوە ئەوجا تاوان و خراپە بەڕاستی گەرماتیەکی تێدا هەیە بەوەوە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دوعای کردێکە خوای گەورە پاکمان بکاتەوە بەو شتە ساردانە ئەوجا ئەتو ئەو زیکرانت کە خین طبعا ڕکوعەکە درێژتر دەبیتەوە ڕکوعەکی ڕێک و پێک و تمەئنینەشی تێدا دەبیتن هەستانەوەکە درێژتر لە کاتی عفو لە کاتێکە لە ڕکوع هەردەستیەوە یعنی لە بۆ سەمیع الله لمن حەمیدە ئەو کاتی وەنیا درێژ دەبیتەوە نەک ئەوەی ئەتوی هەر یەکسەر هەستیەوە بچیەوە ڕکوعی نە بچیەوە سجودی بڕک درێژتر دەبتەوە ڕادەوستی ئەو جدەچە سوزدەی ئەو جواب بچینە سوزدەی بزان چەند سنەتی تێدا هەیە. السجود وفيه عدة سنن. أولا يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وحديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت وفي هذا المبالغة في التفريج بين اليدين فالسنة التفريج بين اليدين ما لم يكن في ذلك أذية لمن حوله كما مضى في المجافات في الركوع ومن السنة أيضا إذا سجد المصلي أن يفرج بين فخذيه فلا يجمعهما وألا يحمل بطنه على فخذيه بل يباعد فخذيه عن بطنه لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك. بەڵێ لە سوجدەی کۆمەڵێک سنەت هەیە کە ئەمە بیکەن یەکەم ئەتوکو کاتێکە دەچە سوزدەی شێوازی چوونەکەی باز نەکردیە لێرە بەڕاستی ینی خلاف لە بین عولەمای هەیە ئایا ئەتوو بەدەست دەچیان بە چۆک دەچی وەنیا
زار كامل عاري یەکەم جار ئەتوو دەستت دادەنەی یان یەکەم جار چۆکت دادەنی طبعا خلافەکە بەڕاستی ئەمە لەوەیە نازان بڵێم چەند ساڵ ئەمە ئەو خلافەمان خیندیتەوە لە بینی زانایان هەندێک لەوانە دەڵێن ئیلا دەبی بە چۆک بچی هەندێک دەڵێن دەبی ئیلا بەدەست بچی بەس والله ئەعلەم ئەوەی کە پێمان وا بیسەوابی چ بەدەست بچی چ بە چۆک بچیتن ئینشاءالله سونەتەکەی پێکایە ئەو جەلەوانەیە مەسەلەن یەک حەدیثەکەی ئەوە لۆبین تۆ کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی وەکو وشتر کابرا با ئەوەی نەکاتن نەچتە سوزدەی ئەوجا لێرە دیسان خلاف ئایا وشتر کو دەچیتن ئەوەی کە دایدەنێتن دەستیتی یان پێیتی ناوچی لە چێن دەرە لە لای پێشەوەیتی یان لە پشتەوەیتی یعنی سبحان الله يعني قصة بتابتي مثلا استا الباني رحمة خوای لێ بیتن دەرەکاکە ئیلا دەبیتن ئەو کابرا مثلا بەچۆک بچیت بەدەست بچیتن ابن عثيمين دەرێنا نا بەدەست ناچی ئیلا بەچۆک دەچیتن يعني خلافەکە تقریبا کامیان بیکە ئینشاء الله کێشەی تێدا نابیتن بەڵام ئەوەی کە بەڵام ئەگەر نەشیتانی بەدەستی بەڵام هەز دەکەم یعنی نازم پێم وایە ینی ئەوەی کە بەدەست الله ئەعلەم پێدەچی بەدەست سەوابتر بی حەدیثەکان کە باز دەکە شتەکان بەڵام ئەوەی کە بە چۆچوش دەچی هیچ کێشەی تێدا نییە والله ئەعلەم بەس بەدەست پێم وایە سەوابترە والله ئەعلەم باشە اینجا لە کاتی کە ئەتوو دەچیە سوزدەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە چووە دەستەکانی لێک جیا کردیتەوە حتا یوڕا بەیاض ئیبطیه هەتا دەبیندرا سپیاتی بنهەنگڵی پێم وابی جارەشکە باسمان کردیە وا هەز دەکەم والله ئەعلەم نەشم دیتیا لە کتوبی عولەما بەس وا هەز دەکە ینی بەپێ ئەو حەدیثانە پێشتر بنهەنگڵیان ئەوە چی هەبیتن وەکو ئێستاش جلی کوردی هەیە بنهەنگڵەکەی ئەوەی هەیە مەسەلەن فەرزەچی هەیە کراوەیە بنانگرەکەی پێدەچی والله ئەعلەم ئەو هابی لەبەر هەندێک سەحابەکان دەرن لە کاتی دوعای دیتمان پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تا بنهەنگڵی بەدیار کە سپیاتی بنهەنگڵی لە کاتی کە چوویتە ئەوەی دەرن سپیاتی بنهەنگڵی بەدیار کرد والله ئەعلەم پێدەچی ئەوە چی هەبوو بیتن دەفەرمی سپیاتی هەتا هەندە دەستی لێ کردەوە هەندە دەستی لێ کردەوە تا سپیاتی بنهەنگڵماندی ئیجا خاتو مەیمونە دەفەرمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام مەیمونە یعنی چه یعنی قەشەنگ جوان وانیا دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەگەر سوزدەی ببرد بایە ئەگەر لەو شاءت بەهیمەتون بەهمە چییە بەهمە کوڕی مەڕیە کوڕی مەڕ و بزنیە بە نێرومەیەکەی یعنی کار یان بەرخ کاری لە بەرخەک ئەوها ئەگەر بیویست ببن دەستەکانی پێغەمبەری دابڕوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەیتانی یعنی هەندی لێ کردیتەوە ئەگەر کارێک بەهات بیست بە بنی دابڕوە دەیتانی بە بنی دابڕواتن هەندە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەستەکانی لێ کردیتەوە وهروها للسنة ومن السنة أيضا إذا سجد المصلي أن يفرج بين فخذه للسنة شكاتك أو كابرا سوزدي دباتن فخذ تيا رانا ونيا رانا كاني ليك زياب كاتوا فلا يجمعهما با بيكوان وننو سينيتن با رانا كاني ليك زياب كاتوا لقر زجي بطن لقر زجي نكويتا سر راني دلي وأن لا يحمل بطنه على فخذه واتا زجي هیچ نەکەویتە سەر ڕانەکانی هەندەکەیە زۆر خۆی دێنتەوە یەک زجی دەکەویتە سەر ڕانی وایە ورجی دەکەویتە سەر ڕانی نا فەرمی با خۆی لێک بکشێنیتن خۆی لێک ئەوە بکاتەوە دوور بکاتەوە هەتا وەکو زجی لە ڕانی دوور دەکەویتەوە و دەستەکانیشی ئەوها لێک بکاتەوە چونکە حەدیثەکەی ئەبوو حومەید دەڵێتن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە سوزدەی دەبرد دەستەکانی لێک جیا دەکردەوە و زگیشی نەدەکەوتە سەر ڕانەکانی شەوکانیش دەڵێتن ڕەحمەتی خوا لێ بیم
دل أو حديثة دليل لسر أويك سندوا لكاتي أتو كدتي السوزدي رانت ليك ديابك إيوا وهروها زقي شد نكوي تسر رانا كانتو بلكو برزي بكيوا ولا خلاف في ذلك خلافني لو بابتيك بريئو كواتا اتفاق لسرو بابتيه كلكاتي السوزدي بردني أتوبو شوازة السوزدي دبي بل. ثانيا يسن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه أنه قال: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وأما أصابع اليدين أثناء السجود فالسنة أن تكون مضمومة، ويجعل يديه مستقبلة القبلة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في موطأ الإمام مالك، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن حفص بن عاصم قال: من السنة في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه ونوجههما مع جهة القبلة. يكشك لو السنة كان كاتكاتو لسوزدي بسر پنزكاني بيت أصابع رجله پنزكاني بي رولا قبلي بكاتن. حدثكي أبو حميدي دلي أمن لهموتان زياتر نويجي بيغمبرم عليه الصلاة والسلام لبيرة ولبرم كردوا دا فرمكاتك سوزدي دا وضع يديه دستكاني دادنا غير مفترش ولا قابضهما بلاوي ندا كردوا لكاتي السوزدي و توبيشي وندا نوسان باشا بي كاتك دايدنا پنج بي كان رولا قبلي دكرت وشي سوزدي نابا كبي داناني عردي توزك زختي لي بكا او پنج بيانات رو برو قبلة دروا ونيا يك توز زختي لي بكي رو برو قبلة دبيتن ده فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام او هايدانا او جلير دير السنة اتمالي بيم ناكري والله بيم ناكري او هابكم اما دلن او السنة اگر بيكي اجر پاداشتي هي نوێژەکەت ڕێک دەبی وەچی نوێژی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام هەوڵ بدە بیکەی ئەمما ئینسانە جاروێ پەنجەی شکایە جاروێ خەلەلەکی هەیە جاروە هەیە تۆزەک قەڵەوە ناتوانی کۆمەڵک لەوانەیە کابرا عوزری هەبیتن ئەمە هیچ بەڵام ئەو کابرای کە دەتوانی محاولە بکە یعنی هەوڵ بداتن و بکا کە پەنجە پێەکانی تۆزەک زەخت لێ بکە ڕوو بەرەو قیبلە بی با نوێژەکەت بە نوێژی پێغەمبەر بچی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەو جە لە کاتی سوزدەش کە دەستەکانت دادەنێ هەوڵ بدە پەنجەکانت لێک نێزیک بکەوە ڕاستە ئەمە دەڵێن مەسەلەن تەواو ئەوەی مەکە بەڵام لێک نێزیکی بکەوە لێک نێزیکی بکەوە لە کاتی سوزدەی ئەمە گوتمە لە کاتی چۆچی با پەرد بیتن بە زەکاتی سوزدەی نا لۆیەکی بینەوە وەبی ئەو پەنجانەش مەسەلەن ئەوها ڕووبەرەو قیبلە ڕابوەستێتن نەک ئەوها ئەوە بیتەوە ونيا با همو رو برو قبلة بيتن دلي لبر حديثكي ابن عمر ك لم وطئ دا هاتوا لمصنف ابن أبي شيبة هاتيا كحفصي كوري عاصم دا فرمي للسنة لناونويش للسنتان لناونويش اوه كابرا دستي پنزكاني بكاتوا واتا اوينك قباتينك ولا قابضهما يعني اوها قپات کردن قپاتینەکە دەستەکانی بکاتەوە و لێچیشی نێزیک بکاتەوە و پەنجە پێیەکانیشی بە هەمان شێوە ڕووبەرەو قیبلە بکاتن. بەڵێ. ثالثا يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود، فيسن للساجد أن يأتي مع سبحان ربي الأعلى أذكارا أخرى وردت في السجود، ومما ورد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقوله اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله
وأوله وآخره وعلانيته وسره. وقوله اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فيسن أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في سجوده وينوع بينها. ومعلوم أن الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. وكذا في السجود الواجب قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وأما الثانية والثالثة فسنة. بەڵێ کەشکە لەو سنەتانەی کە لە کاتی سوزدەیە ذکرەکانە هەوڵ بدە بێجگە لە سبحانە ڕەبی الأعلا گوتمە ئەوە واجبە، یەک جار واجبە، لە پاش یەک جارەکەی هەمووی دەبتە سنەت. ئەوجە چ سبحانە ڕەبی الأعلا هان لێرەش سبحانە ڕەبی الأعلا وبحەمدیه باسی نەکردیەوە نیە، عینەن دیسان ئەوە بە صەحیحی ئەوەندە هاتیە ئەوەکەیت کە لە حەدیسی ضعیف هاتیە. ئەوجە بێجگە لەوەی ئایا دەتوانین زکریت کە بەڵێ کۆمەڵک زکری لێرە لە بۆمان هینایە، دەڵێ سنەتی جوایە هەوڵ بدە تەنەوع لە زکرەکان بکرێتن. بەڵێ. رابعا يسن الإكثار من الدعاء في السجود، لأن السجود أقرب موضع للعبد من ربه جل في علاه، فيسن أن يكثر من الدعاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. بەڵێ یەکەشکە لە سنەتەکان ئەوەیە کە زۆر دوعای تێدا بکاتن لە کاتی سوزدەی، چونکە سوزدا کابرا لە خوای پەروەردگار زۆر نێزیک دەبیتەوە. لەبەر هەندێک پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمووی ئەما لە سوزدەی ئەنگۆ زۆر ئیجتیهاد بکەن، زۆر تێ بکۆشن لە بۆ دوعاکردن، زۆر دوعای تێدا بکەن. فقەمینون، قەمین چییە؟ یعنی ئەی حەڕیون ئەن یوستەجابە لەهو، یعنی جێگای ئەوەیە کە دوعاکەی تێدا قبول بی و خوای گەورە جوابی بداتەوە. باشە؟ ويستجاب لكم، ببیتە ئەوەی کە خوای پەروەردگار وەڵامی دوعاکانتان بداتەوە. کەواتە سوزدە بردنیش دوعای تێدا دەکرێتن. بەس لەوانەیە ئێستا بپرسێ ئایا لە واجب و لە سنەتی نوێژی فەرز و سنەت، عولەما بەڕاستی هەندێک قسەیان لەسەر ئەو بابەتەی هەیە. لە نوێژی سنەت ئەوە تقریبان خلافی لەسەر نییە، دەتوانی دوعای تێدا بکەی و لە نوێژە سنەتەکان. ئەما لە نوێژە واجبەکان لێرە هەندێک قسەی لەسەر هەیە، هەندێک دەڵێن نە، کابرایان ناتوانی یعنی ئەوەی تێدا بکاتن دوعای تێدا بکە بێجگە لەوانەی کە هاتیە. ئەوانەی کە باس کردی اللهم اغفر لي ذنبي، ئەوانە هەموو دوعایە وەیان نەبرام. اللهم اعوذ برضاك من سخطك، ئەوانە هەمووی دوعایە، دەتوانی ئەو دوعانە تێدا بکاتن. بەس دەتوانی دوعایت کە تێدا بکە دەڵێن نە، بەشی زۆریشی دەڵێن ئەگەر بە عەرەبی بوو کێشەی نییە، بە زمانیت کە نەئە، لە فەرز نا، بەس لە سنەت دەتوانی کابرا لە خۆی مەسەلەن بە کوردی بوو بە هەر زمانەش کە بوو دوعای تێدا بکە، دەڵێن دروستە و دەتوانی دوعای تێدا بکاتن، هیچ کێشەی نییە. کەواتە لە سنەت فراوانترە لەوەی کە لە واجب بی، والله أعلم. من السنن في الجلسة بين السجدتين: أولا من السنة أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ثانيا تطويل هذا الركن، لحديث ثابت البناني رضي الله عنه وقد تقدم قريبا. بلى أو سنتها لبين دو سوزدەکەی کە سوزدەی دەبێ دادەنیشی سوزدەی دەبێ، ئەو دانیشتنەی بینی دوو سوزدەکان سنە دوایە پێی چەپەت ریجلیه اليسرى، پێی چەپەی ڕابێخیتن، وەیەجلیس عەلەیها، و هەروەها لەسەری دابنیشیتن، پێی ڕاستەشی وەینصب اليمنى، یەنصب ئەوها بچەقینیتن، پێی ڕاستەی بچەقینی، پێی چەپەشی دابنی و لەسەری دابنیشیتن لە کاتی بینی دوو سوزدەکەی. لەبەر حەدیثەکەی ئەبوو حومەیدی لێوێن دەرکە باسی ئەوەی دەکە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێک کە سوزدەی بردیە بەو شێوازە دانیشتیە. و سنەتیشە درێژ بکرێتەوە، سنەتە درێژ بکرێتەوە
لبر حديثك ديسان ثابتي كباسكر فرمي دو شتي لنا ونقو نايبينم يكم كاتك لا سمع الله لمن حميدا زور رادا وستي دوام الجبين دو سوزدكان زور رادا وستي لو بينانا فرمي أوا سنة دريج بكريتو أو دوا شكو براسي لو دوي خلق زور بآقايا لو دوي وشوازش كشي لبو دانشتني بين سجدتين أو شهر بحديثي صحيحاتيا أو كهردو بيكت بتسقيني لسر قمبانيا كاني دابنشي أوش بحديثي صحيح وارد بوا كاتا دو شوازي دانشتنتيا يان تسبي رادي خيو راستي دا تسقيني ولسر تسبي دادنشي يا هردو كان دا تسقيني لسر قمبانيا كان دادنشي أو هردو شوازي هاتيا والله أعلم بل. ثالثا يسن لمن أراد القيام إلى أي ركعة ثانية أو رابعة أن يجلس يسيرا قبل أن يقوم، وهذه تسمى جلسة الاستراحة وليس لها ذكر معين، وجاء ثبوتها في 3 أحاديث، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة، وعنده 10 من الصحابة رضي الله عنهم وصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها. قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به. قوله: فإذا كان وتر من صلاته أي كان في الركعة الأولى أو الثالثة لم ينهض، أي للركعة الثانية أو الرابعة حتى يستوي قاعدا. واختلف في سنية جلسة الاستراحة، والصواب أنها سنة مطلقة لحديث مالك وأبي حميد السابقين رضي الله عنهما. وممن رجح سنيتها مطلقة النووي والشوكاني واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقال النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. أو جارباسي سنة اشكدا كاتن أو كأتو لبو أو كسي كديوي لركعاتي بابلن يكم هربستو لبو دوامي كركعاتي يكم تاوكر هردستو لو دوام دس بيبكا يعني ركعاتي سيمي تاوكر دي هردستو لبو تسارم دس بيبكاتن أو دلي دانشتنا چي كما دانشي أو جهر بستوا بو دانشتني دا قوتري جلسي استراحة لبو ثابت بوني زيجير بوني جلسي استراحة 3 حديثية. حديثكي ماليشي دا فرمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام يعني بيغمبري بني عليه الصلاة والسلام كاتك نوجه كرديا: فإذا كان في وتر من صلاتي في وتر من صلاتي أو كاتيك ركعة تاكا كامبو يعني يكم هشتا نبي تدو سيم هشتا نبي تتار كواتل ركعتي يكم السيم بيغمبر خو عليه الصلاة والسلام لم ينهض هرند استاوى حتى يستوي قاعدة حتى بشتي الريك ذكر أو جا هل دستاوى باشا. وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام فرميتي: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديثك أبو حميدش كباسي أويدكا وهروها باسي يعني جلسي إسراحة دكا باز لنويجي بيغمبري عليه الصلاة والسلام. ولدى الصحابي أوش الروايات كراية كتأكيدي أو قصيدة كاتو كسنة أو بابتا. لشرح الكبير باسي أويدكا وهو حديث صحيح فيتعين عمل به. دلو حديثة صحيحة هاوكاري أويدكا إجبو سنتيا بكريتن كبيغمبرش عليه الصلاة والسلام يعني كلا حديثكي هاتي دل بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك لا ويتركان بو نيج أوي ركعات ويتركان وثمان لقري يكو سيميتي هرنا دستاواتا بشتي الريك ذكر أو زهر دستاوا. خلافه لبين علماء لجلسي استراحة السنة يعني السنة دنيا دل الصواب والسنة بخوي سيقة والهيا هندا كان دلين سنة بمطلقي هندا كان درين بمطلقي سنة دنيا هندا كان درين نا اگر كابرا بيتوا نابو بيوستي بيبو لبوي سنة بابي كاتن بتمنى كانوا بيري ميردا كان
ئەگەریژنا بانەی کاتن لۆ لەبەر ئەوەی ئەو هەموو سەحابەیەی کە نوێژی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام باز دەکەن چەندانەیەکیان باسی جەلسەی ئیستراحەیان کردیان. هەندێکیشیان دەڵێن ئێستا لەوانە ئەلبانی دەڵێتن جەلسەی ئیستراحە یعنی ئەمە شتێکمان نییە بەناوی ئیسراحەتکردن لە ناو نوێژێ ئیسراحەت بکەیت ئەتوو هەمووی زیکرە هەمووی شتی خۆی هەیە ئەتوو کە ئەوەی دادەنێ کو ئەوە لەو گۆڕە ئەوەی دادەنێ ئینجا دەڵێ لە ئەدی مادەم ئەوە تا حەدیثمان دەڵێ کاکە ئەو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێک کە بە تەمەندا چووە ئەوەی کردیە یعنی پێویستی پێ بووە نەک ئەوەی کە مەسەلەن ڕکعات یەکەمی تەواو کردی ئەو جەدا بنیشی هەربستەوە ئەدی لۆ پێشتر نەیکردبوو کە حەدیثەکانی کە پێشتر لۆ حەدیثەکان ئیلا لە حاڵەتی ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە تەمەندا ڕۆشتە وەچی دەڵێنە خاتو عایشە دەفەرمون پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە دانیشتنەوە نوێژی کردیە فەرمووی نەعەم بەعدەما حەطەمەه الناس کەواتە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە بە تەمەندا ڕۆی تۆزێک ئەوجا بە دانیشتنەوە نوێژی کردیە کەواتە دەڵێ ئەوە بەزە بۆویە. لای ئەوەش لای مەذهبی ئیمامی ئەحمەد پێم وابی والله ئەعلەم وەکو ئیبن عوسەیمین لە شەرح الممتعیش باز دەکە کە سێ ڕەئیەکەی دێنتەوە دەڵێ مەذهب لەسەر ئەوەیە کە بە مطلقی سنەت نییە ئەو شتە. لای ئەهلی حەدیث بەشی زۆریان دەرێن کاکە ئەوە سنەتە لەبەرەوەی حەدیثانە هاتیە. على ئەیەتی حاڵی ئەگەر کابرا بەناوی سنەت کردی ئینشاءڵڵا ئەجر پاداشت خۆی وەردەگریتن ئەو کەسەشی کە نەیکرد ئەوش ئینشاءڵڵا بەنیەتەوەی کە مەسەلەن لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە کاتی بەتەمەنی یان لە کاتی پێویستی جاروێت و گەنجیشی بەس بێتاقەتە کابرا قیچەکدا دەنیشی ئەوجە خۆی برن دەکاتن ئەوش والله ئەعلەم. هەندێکیش دەرێن کاکە ئەوە ناکەوتە بابی سنەی ئەوە ڕوخسەتەکە مەسەلەن کابرا کە ئەتا توانایەکی هەبی و هەربستەوە على ئەیەتی حالین ئەگە کابرا بەناوی سنەت کردی ئینشاءڵڵا ئەجر و پاداشتی سنەتی دەگەیشتێ ئەگەر ئەوە قیچەک دانیشت و ئەوجا هەستاوە لە بۆ ڕکعاتی سێم وەکو دەڵێ ئەوەی تەرجیحی ئەوەی کردی ها نابینی چەندی هینایە نەوەوی هینایە ڕەحمەت خوای لێبی شەوکانی هینایە ڕەحمەت خوای لێبی لەجنەی دائیمەی هینایە مەسەلەن ئەوەی لە عالمەکان کە بە مطلقی ئەوەی کردیە یعنی قسەی لەسەر هەیە بەڵام ئەوەی کردی تەواوە ئینشاءڵڵا ئەجر پاداشت خۆی دەگەشتێ بە نیەتی سنەت کردی ئینشاءڵڵا. یعنی ئەگەر کەسێک نەیکرد مەری ئەوە ئیتیباعی پێغەمبەری نەکردی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەو سنەتی جێبەجێ نەکردیە ئەوە نازانی نوێژی بکە مەبەسما ئەوەیە ئەگە کردت تەواوە ئینشاءڵڵا ئەجر پاداشت خۆت وەردەگری وەکو ئیمامی نەوەویش دەفەرمی ئەوە صوابە کە ثابت بووە لە حەدیثی صحیح کە پێغەمبەر کردیتی عەلەیهی سەڵات وەسەلام تەواو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.